تساقط للأمطار وبرودة محسوسة. توقعات مصالح الأرصاد الجوية التي تؤكد تساقط حوالي 20 ملم. الجمارك تحجز 55 مليون وحدة من الألعاب النارية خلال سنة 2016. مدينة تبسة تتدعم بمشروع إنجاز حديقة حضرية جديدة، ووالي تبسة يكشف عن سحب تسيير حديقة التسلية فاست من الوكالة العقارية مع انتهاء مدة عقدها الحالية. وعشية عيد المولد الشريف التهاب في أسعار مادة الدجاج، ومديرية التجارة ترجع الأسباب إلى كثرة الطلب أمام قلة العرض. سلام الله عليكم مستمعينا الكرام واهلا بكم. تتوقع مصالح الارصاد الجويه بتبسة استمرار التقلبات الجويه هذه الليله، وقد حددت كميه التساقط منذ نهار امس بحوالي 20 ملم. هذا ما يؤكده مهدي زرعي من مركز الارصاد الجويه بتبسة. لقد خصت المنطقة البارح أمطار معتبرة بلغت كميتها 17 ملم، أما بالنسبة لنهار اليوم فقد خصت كذلك أمطار معتبرة بلغت كميتها 3 ملم. نتوقع سحب كثيفة مع سقوط بعض الأمطار الخفيفة خاصة بعد الظهيرة، تظهر تدريجيا أواخر النهار. هذا وقد أكدت مصالح الحماية المدنية في اتصال هاتفي أنها لم تسجل أي حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية، وأكدت أنه على كل السائقين ومستعملي أخذ الطريق أخذ الحيطة والحذر. تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية من حجز 55 مليون وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات مع تسجيل 120 مخالفة تتعلق باستيراد غير شرعي لهذه المواد خلال السنة الجارية 2016. هذا حسب ما أعلن عنه اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة المراقب العام لهذه الهيئة مناد رزقي. وأيام قليلة قبل عيد المولد النبوي الشريف تعرف أسعار لحوم الدجاج عدم استقرار في أسواق تبسة، هذا وقد قارب سعر الكيلوغرام الواحد حوالي 400 دينار جزائري، وهو سعر مرشح للارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا الوضع أرهق كاهل المواطن الذي يتقاضى دخلا متوسطا. الريبورتاج أعدته لويزا محي الدين. ارتفاع جنوني تعرفه أسعار اللحوم البيضاء أياما قبل المولد النبوي الشريف. أين يقف المواطن محدود الدخل في حيرة من أمره متسائلا عن أسباب هذا الارتفاع الذي ظل في تزايد مستمر منذ أكثر من أسبوع، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج 390 دينار جزائري بأسواق مدينة تبسة، فيما فاق 400 دينار جزائري بالبلديات المجاورة. هذا فضلا عن استفسار المواطن عن المسؤول في هذه الظاهرة التي تحل بالسوق المحلية في كل مناسبة دينية مثل ما تذهب إليه هذه الأصداء. لا قلت ب 40000 خفيف الجزار هذا اللي ياكل يبيع ب 40000 تلقيه هو ديجا جايب هذا الغلاء. سما ذوك المواطن هو اللي يخلص محدود الدخل منه كل شيء الحم ياكلوا من العام للعام. ترانسيف الدجاج وهذا موافق باش يكون في متناول الانسان اللي ما عندوش. الاسعار هذه ترجع للمسؤولين. هو المواطن مسكين يدخل مثلا الحانوت كتمشي شويه الدجاج ما على بالوش في البريف يولهو ياسر على المواطن اللي عنده اللي ما عندوش. من جهتهم باعة اللحوم البيضاء أكدوا أن ارتفاع الأسعار خاضع لقانون السوق المتعلق بالعرض والطلب، وللأسف الضحية هو المواطن. فبالي من الفلاحة ما عادش تاكل، الفلاحة اللي ما عادش تصرف ما عادش يشوف المورا اللي يقعد كيما هذا المود العالي ديال ما كانش الانتاج ما كانش. ولاية تبسة معروفة الولاية ذي في المناسبات في عيد المولد طلب كبير وكبير جدا خاصة في اللحوم البيضاء بصفة خاصة. راح يزيد خاطر الكراجة تغلب على الزيت والفلوس زيد. الضحية تاعو المواطن يولي ب 20000 ما يمشيش، يولي ب 40000 يولي هات معنا. ممثل مربي الدواجن بتبسة رشيد طايبي أفاد أن سبب هذا الغلاء يعود لنقص دعم المربين الذين يتحملون أعباء مادية كبيرة مثل ما يوضحه للزميل نور الدين سعدية. أسباب تاع غلاء ارتفاع الأسعار اللحوم البيضاء، أول حاجة ما كانش تسهيلات للناس المربين، لازم الدولة تسهل للمربين، عندنا الناس حابة تخدم على
على رواحه. الامور كلها متوقعه نركب 50 كراج يقتضي ربي سبحانه. عندي عمال يخدموا معي هنا في الثمره الفلاحيه، عندي 32 خدام، اكثر من 100 عائله. واذا مشيت الدعم تاعد نخفض الاسعار الى درجه مغريه في المناسبات في شهر رمضان في اي وقت، لكن بشرط يتم تدعيم مربي للدواجن. من جانب آخر أكدت مديرية التجارة بولاية تبسة على لسان رئيسة مصلحة ملاحظة السوق والإحصائيات نوال عسال أن الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم البيضاء بأسواق تبسة يعود إلى عدة أسباب، أهمها نقص خبرة المربين الجدد في الميدان، وكذا غلاء الأعلاف والأدوية، إلى جانب توفير هذه المادة بصورة متباينة من منطقة لأخرى. خاصة مع مواسم الأعياد نلاحظ أنه التزايد ملحوظ جدا. من أهم الأسباب اللي أدت إلى ارتفاع الأسعار انخفاض درجة الحرارة، وهذا شيء يخيف دائما المربين ويدفعهم للعزوف على تربية الصوص. دخول المربين في فترة التسمين اللي هي 60 يوم خلال شهرين، خاصة في نوفمبر ديسمبر، كثرة الطلب في المواسم والأعياد، نقص يد العامل اللي يعاملونها مع المتعاملين الاقتصاديين وتؤدي إلى وجود مشاكل في تربية الدواجن، ارتفاع أسعار بعض الأدوية التي تدخل في الإنتاج وكذلك الأعلاف، نقص خبرة المربين في توفير الوسائل الضرورية التي تحسن عملية الإنتاج خلال التغيرات المناخية، إذ أن المربين ما زالت عندهم هذيك الأفكار القديمة والطرق التقليدية في التربية، شيء يخليهم ما ينجحوش بشكل كبير في هذا المجال. نشير في الأخير أنه رغم الغلاء المسجل في أسعار المواد الاستهلاكية، يبقى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من العادات التي تحافظ الأسر التبسية على استذكارها كل سنة. كشف والي ولاية تبسة السيد علي بوقرة عن سحب تسيير حديقة تسلية فاس من الوكالة العقارية، ذلك فور انتهاء مدة العقد شهر أبريل الداخل، وستوكل مهمة تسيير هذا المرفق إلى مصالح الإدارة المحلية لتحقيق مداخيل للولاية. يقول والي الولاية علي بوقرة: المشكل اللي عندنا هو في البارك تاع القرار اللي خديناه من ابريل المقبل ما تسير الوكاله العقاريه، املاك الولايه تسير هذه الولايه مدير اداره المحل، صادقنا على دفتر شروط نديروا المساهم كما درنا مع صدينا نديروا مع الطريق عندنا من ابريل يخلص العقد مع هذا اللي راح يسيرها الان. الوكاله العقاريه با سوكيبي دي لوتيس، الوكاله العقاريه لا با جيري نخدموا خدمه الدار، اون اسوسيون مدير البيئه مدير السياحه الكايشاج، ما نديروش على 20 سنه. دوك نشوفوا هذه الامور هذه في الكايشاج اللي ماذا بينا توفر مداخيل اضافيه لميزانيه الولايه. نبقى في السياق، حيث تدعمت تبسة بمشروع جديد لإنجاز حديقة حضرية. الحديقة الجديدة المحاذية لحديقة تسلية فاس ستتوفر على فضاءات للترفيه وممارسة الرياضة. الحديقتان ستشهدان أيضا إنجاز مشروع حديقة مائية في إطار الاستثمار الخاص، وبذلك تسعى الوصاية إلى خلق مركب ترفيهي بطريق عنبة. يقول سمير كحلية إطار بمديرية البيئة بتبسة في حديثه لسندس خلف الله: هذا المشروع مخصص إلى المواطن التبسي، يتمثل في مساحات وفضاءات لممارسة الرياضة، فضاءات لممارسة أيضا رياضة المشي، هناك مسالك لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، فضاءات أخرى كمسرح على الهواء الطلق داخل هذا المشروع، أيضا أماكن للاستجمام والترفيه للعائلات عندها طابع خاص ليس للاعب وللترفيه والاستجمام. أشغال انطلقت بهذا المشروع فقط نسبة الإنجاز 20%. هناك أيضا مشروع خاص أو مشروع استثماري، حديقة مائية أكوا بارك بجوار حديقة الحضارية وحديقة اللعب، يعني هناك مركب للترفيه بطريقة عنابة.